انغدرت. وأنا منهنه من الحلقة الماضية، اتقي شر الحليمة إذا خبط. كان له أغنيتين شهيرتين جدا حيسجلهم بصوته وراحوا لغيره. الدنيا شانس. بيقولوا الدنيا نصيب وحظوظ، بس في شي واضح اسمه أنا اخترت، أنا تنازلت، أنا انغدرت. أنا منهنة من الحلقة الماضية. فما بالكم بعالم الفن يلي هو قائم على الاختيار، ذكاء التصرف والتمسك بالخيار المناسب والتخلي عن خيار ما مقابل الأفضل. وعلى ما يبدو هذا ما حصل مع الفنان والمطرب اللبناني عبد الكريم الشعار. عبد الكريم الشعار فنان لبناني من مواليد الكورة شمال لبنان، مقيم في مدينة طرابلس، من خريجي الدفعة الأولى من برنامج استوديو الفن عام 1974، حيث نال الميدالية الذهبي والكأس الذهبي كأس الامتياز عن فئة الطرب، وشارك بعدها بحفلات من تنظيم المخرج الراحل سيمون أسمر. هذا البيوغرافي. تنويه للفنان عبد الكريم الشعار أيادي بيضاء بتعريف الفنان الراحل روميو لحود على الفنان الراحل سلوى القطريب، بحكم أنه هو صديق مشترك بينه وبين صليبة قطريب والد الفنان سلوى. فاعل خير سيفي. وين كانوا يلتقوا؟ بمنزل فرقة عائلة بندلة بمدينة طرابلس، وبطبيعة الحال بيكون والد الفنان رنين شعار. لك تشرفنا، أعطينا الزبدة على السريع. عبد الكريم الشعار صوت كبير، قدم عدة أغنيات منها صعب المنال يا غزال، دلون دلون دلوني، وغربوا حبابي. ولكن يلي اللي بيعرفوه انه في أغنيتين شهيرتين جدا كانوا لإله، ولكن راحوا لصوتين آخرين وما زال لليوم بيمتلك التنازل عنهم. فشو هنن هالأغنيتين؟ ليس لدي أدنى فضول. فضلت علينا مستر عطايل وما عنده فضول، ما عرفتك لشو أنا جايبك لكان. صوفتي حمراء هالحلقة ما بقدر كتير أتحلفظ. الأغنية الأولى شمس المغارب للمطرب الراحلة منى مرعشلي، الملقبة بأم كلثوم لبنان. منى مرعشلي كانت خريجة نفس الدفعة أيضا من استوديو الفن، وكانت بتربطها بالفنان عبد الكريم الشعار علاقة صداقة ومودة، وكان بوقتها عم يحضر ليغني أغنية شمس المغارب يلي كانت إله، وحسب ما ذكر الملحن نور الملاح إنه لحنها أساسا للعندليب الراحل عبد الحليم حافظ، أي أن تلحنت لصوت رجل. ومنى سمعتها من هون وطار عقلها من هون، فلمس إعجاب الشديد بالأغنية، وبعفوية تامة وبراءة شديدة بيقولها إذا عجبتك الأغنية يا منى مقدمي. كريم هالعبد الكريم صحيح، بس في مواقف ما بيصير الواحد يكون فيها كريم. شمس المغارب أشياء مو قليل. وهكذا غنتها منى، وكانت شرارة انطلاقتها وشهرتها. غزالي شارد من بلد وسألت ناس ملهاش عادة، ملهاش عادة، ملهاش عادة، شمس المغارب وروحي. الأغنية الثانية حلف القمر لسلطان الطرب جورج وسوف. بس روق. شو حلف القمر؟ معك حق، معك حق. المنحوس وعيشته. أواخر سبعينيات مطلع ثمانينيات القرن الماضي بيكون الفنان عبد الكريم الشعار عم يستعد ليسجل أغنيته حلف القمر، بالوقت يلي بيسمعها سلطان الطرب جورج وسوف عند الملحن نور الملاح وبتعجبه. وبرغم امتلاك الفنان عبد الكريم الشعار للتنازل عنها، بتروح الأغنية للفنان جورج وسوف عن طيب خاطر، بتفرقع معه وما زالت لليوم مفرقعة. وأنا قلبي فرقع، وينه عطيل، وين ملص؟ ليقوم خايف اني اقفل نفس قفلة الحلقة الماضية. هذا قام هرب لما سمع كلمة فرقعة. انا رايح ادور على عطيل وبنشوفكم الاسبوع الجاي. عالسريع عالسريع.